صراحة أتحدث وأنا كل فخر بمبادرة أطلقت من قبل الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك اليوم بإطلاق 1,000,000 سمكة في أهوار العراق. ما أريد أحرق الموضوع ولا أسولف أكثر عن الموضوع، لأن صاحب المبادرة بالتعاون مع وزارة الزراعة موجود ضيفنا اليوم أهلا الأستاذ وسهلا إياد بك. الطالبي، حياك الله الله وشرفتنا. الله يحفظكم إن شاء الله. أحسك اليوم كلش مرتاح ومستانس يعني نعم أكو هواي مشاعر بداخلك. نعم والله شلون يعني جت فكرة المبادرة؟ والله احنا تدري صارت شحة مياه، وهذا الشحة مياه يعني قتلت كل الأحياء المائية، لأن ماكو بالأهوار. فبالتالي يعني أصبحت الأهوار تدري هي صارت ضمن يعني الصرح العالمي ومن ضمن الآثار العالمية طبعا. فبالتالي يؤسفنا أن تكون هكذا الأهوار. فمن الله من علينا بالمياه، وصارت زيادة مياه ووفرة مائية، فعادت الأهوار، لكن عادت عرجاء، عادت بدون مسطحات. وزارة الموارد عفوا وزارة الزراعة اللي قدرت، لأن فاتها الوقت، اللي قدرت تطلق هل أطلقته، لكن اجى هنا دورنا احنا القطاع الخاص، مزارعي الأسماك، مربي أصحاب المفاقس، أعضاء الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك. فأعلنا رسميا، طبعا لحد الآن احنا ما كتبنا رسميا إلى وزارة الزراعة، لا أعلنا رسميا. فجبنا الجهات الرسمية ويانا، هي المتمثلة بوزارة الزراعة ودائرة الثروة الحيوانية، بإطلاق 1,000,000 إصبعية في أهوار العراق والمسطحات المائية، وما تراه مناسبا وزارة الزراعة. وين تقول؟ حلو، احنا احنا موجودين حاضرين. عندنا. شفت اليوم انت شفنا جابوا اليوم سياراتهم اي قد الحوليات. تريدون؟ قالوا 100,000. هاي 100,000 ها راح تكون على شكل دفعات. ودفعات. نعم. فقبلها بيوم ايضا هم 100,000 حلو. من يعني شركة مربي الاسماك. السمكة الذهبية في بغداد، وهكذا حلو. نكمل 1,000,000، واذا ارادوا بعدهم حاضرين. والله والنعم. فبدينا طبعا هي مركز الاسماك هو من بابل. هي بابل بابل نعم. صراحة. كنا بابل الان كان اليوم ننطي 500,000، لكن سيارات كانت ما يعني هم توزيعاتهم هكذا. فاحنا بدينا من بابل. زين ليش اختاريتوا الاهوار؟ ليش مو مو احنا المياه؟ اخترنا، الاختيار الى وزارة الزراعة. اي احنا علينا النفذ. نعم احنا هدينا متبرعين. والدولة هي وين ما تطلق، لان هي عندها خطط وخطط استراتيجية داعمة للمخزون السمك العراقي. حلو. يعني احنا نشوف نسمع يقول فلان تبرع ب5,000 أو 1,000، احنا 1,000,000. صحيح والنعم. وإن شاء الله الخير قادم وأكثر من هذا. حلو. الهدف هو أن نعيد السمكة العراقية اللي هي مائدة العراق إلى أهوارنا، اللي كل العالم يعني يتغذى من هذه الأسماك. تعتبر بابل مصدر للثروة السمكية بالعراق. نسمع بين تارة وأخرى هناك استثناءات من قبل الجهات متنفذة المعنية، ما أعرف من هاي الجهات. هاي الاستثناءات ده تأذي عمل المربي الحقيقي للأسماك؟ طبعا من صارت شحة المياه، وبالفعل احنا يعني رضخنا الأمر الواقع. فبدت طبعا كان دور وزارة الموارد المائية بردم المزارع الغير مرخص بها، وبالتالي احنا مع القانون. لكن صدر قرار مجلس الوزراء، وهذا القرار ايضا باغلاق المنافذ المياه الى المزارع المرخص بها والشركات المساهمه. ايضا حتى على المرخص والمجازة؟ نعم على المرخص بها. وهذا القرار جائر، قرار كان يعني اتصور هو في شحة المياه. نعم. لكن الان وحتى اذا كان بشحة المياه قرار، حتى اذا شحت مياه غير انا مجاز. نعم. ليش هذا الموضوع سبب لنا مشاكل كثيرة، لأن تدري اكو شركات وشركات مساهمة، وشركات بها 1,000,000 مساهم، ولها قانون وكل شيء يمنح بقانون يجب أن يلغى بقانون، مو بقرار. ف يعني صار بها قلق المنافذ، وتسبب إلى الآن في خطر. احنا طبعا في خطر. تدري المجاز وغير المجاز كلهم آلاف الأطنان، توجد آلاف الأطنان من الأسماك بالمزارع. من يغفر هذا القرار ولماذا؟ هذا القرار أنا برأيي الخاص قرار كان غير مدروس، وبالتالي أنا عجبا ومن قناتكم أعلنها. يصدر قرار مجلس الوزراء بإغلاق المزارع المرخص بها، ويصدر كتاب من الموارد المائية باستثناء منح أحواض
مئات الدونمات. هاي شنو هاي؟ والله يعني ما دش لو صدر قرار يعني على الكل يمشي. لا مو هذا الموضوع باستثناء الاستثناءات. ينطي استثناءات على غير المرخص بها. غير المرخص بها؟ نعم. يعني من ذولا؟ يعني احنا ندعو الان معالي وزير الزراعه المحترم الجديد. هذا كله نعم. بالحكومه السابقه. نعم. وهذا ندعوه انا من قناتكم الان يا معالي وزير الموارد المائيه المحترم. نعم. احنا من هذه القناه نناديك اولا ان تشوف الجمعيه العراقيه بها علماء وخبراء استشاريين علميين معتمدين ان متعشقين مع وزاره الزراعه. والان الجمعيه العراقيه عضو بلجنه الامر الديواني للجنه الدائميه لصياغه قرارات تخص الاسماك. احنا نريد نقابله نوضح له هذا الموضوع لان اصبح الان موضوع خطر جدا. يعني يصدر قرار مجلس الوزراء بغلق المزارع المجازه ويجي استثناء من وزير الموارد المائيه الى 100 دونم 200 دونم 500 دونم. هذا شيء ما يشبه شيء. فاني يجيني 5 دوانم اياد الطالبي تجي الكرينات وبجهد وخساره تفلشني وبصفي ابن عمي تنطيه 100 دونم استثناء. شنو هاي؟ احنا دوله؟ لو مو دوله، احنا دوله ذات سياده وقانون ودستور. هو الدستور اللي يحمينا، لو نعمل بالدستور لو لا. فسببت لنا مشاكل كبيره جدا. عندنا انتاج وفير في بابل وباقي المحافظات. هذا الموضوع يخليني اسال سؤال. نعم. هل هناك نيه لتصدير الاسماك؟ لذلك معالي وزير راح ياثر على المواطن؟ لا، معالي وزير الزراعه قابلته الحالي. نعم جديد بارك الله به. استقبلنا وهنيناه وقلنا له توجد وفره عندنا ويوجد عندنا انتاج كبير جدا يغذي العراق وممكن تصديره. لكن نقف هنا عندنا نقطه يجب منع الاستيراد او حمايه المنتوج الوطني العراقي من الاسماك. تدخل لنا وغازيتنا. وانا من هنا اعلن الى معالي وزير الزراعه وقلت له شخصيا، قلت له خلصنا من التهريب والاسماك اللي تدخل لنا بصوره غير صحيحه من ايران وتركيا. ما اعرف يعني من الدول المجاوره، كل الدول المجاوره يدخل لنا من الاردن ومن تركيا ومن اقليم كردستان ومن الجمهوريه الاسلاميه حتى من سوريا يدخل لنا سمك. يعني عجيبه. زين مو احنا اهل السمك؟ سمكنا نايم والله ما ليش نقدر يجي؟ نبيع. والله يا حكومتنا المركزيه يا دوله رئيس الوزراء ثق، سمكنا ما نقدر نبيعه وصل 5 كيلوات لان اذا بيعه اقوم لي خساره 50% تنهجم بيوتنا باقين. يعني يريد يصل 4000 دينار هو كلفته 5 وما دا يصل لان يطب المستورد ب 2000 دينار. صحيح. وهذا يعني امور طرق كبيره جدا. يعني انا البارحه سمعت الان دوله رئيس الوزراء دا يغير بالمنافذ هذا هي صحيه لان وصل الكيل. يعني اني يعني بدي اسولف لك سالفه. يعني اني عندي سمك وابيعه ب 5000 ليش تدخل المستورد؟ ما حاجه، هو اصلا سعره رخيص. وهاي مشاريع استراتيجيه داعمه للاقتصاد العراقي. استاذنا العزيز هذه اذا تفلشت باكر المستورد مو ب 2000 يصير ب 10 لان انا اعزل بعد ماكو. فاحنا يجب ان والحكومه ووزاره الزراعه خصصوا وقالوا اذا وصل 6 زاد ال6 نفتح الاستيراد. يدخل لنا. يعني انا عجبا سوق العراقيه متروسه اسماك ايرانيه وتركيه. ليش؟ والطامه الكبرى يدخل مخالف للقانون يدخل حي وهذا يدخل حي وهذا بدون حجر صحي. اريد اعرف منو انطى الاجازه يا معالي وزير الزراعه يا منافذ الحدوديه. انت القانون يقول لا تدخل كائن حي الا بالحجر الصحي. يعني احنا نطلب نريد نجيبون لنا امهات لازم تحجرونها. زين طيب لا انت تدخل لي يوميا 200 طن 300 طن عدل حي. قوانينك بس علي مو هاي مشكله. هاي مشكله احنا نرتئي ان شاء الله. وهاي حكومتنا الرشيده هذا الرجل السيد رئيس الوزراء المحترم والقاده الوزراء الشباب من قابلناهم ناس شفناهم يعني متحمسين لهذا. احنا يجب ان ندعم مشاريعنا الاستراتيجيه وخاصه ترى العراق يعني اكال للسمك ماكو مثله بكل دول العالم. السمك المزروع يعني معروف حتى على مستوى البلدان العربيه الاخرى. منظمه الاغذيه من قالت وصل العراق ياكل 3 كيلو لا والله وصل لي 6 كيلو 7 كيلو. يعني تدري سوقنا مفتوح يعني ان شاء الله بالمتناول الاسعار. نعم. زين اكو خطط سابقا لوزاره الزراعه موضوع الشلب مثلا. الشلب سابقا بالشحه المائيه قال لك انه حدد مساحات معينه لزراعه الشلب. حاليا اطلق
قطة مساحات واسعة، ماكو أحد يطالب بحقوق مربي الأسماك يقول لهم يابا زيدوا من على اعتبار اكو وفرة مائية، رجع موضوع المي لوضعه الطبيعي؟ والله المساحات المائية أتصور يعني 120 ألف دونم للأسماك، و30 ألف دونم يعني مو رقم دقيق للشلب. لكن احنا المي اللي ناخذه هو متخندق بالأحواض ومحافظ 10%، مو بقد الشلب اللي يصرف. لكن انطوا للشلب والقامة الكبرى انطوا على دجلة والفرات وغلقوا المزارع المرخص بها. فاحنا ننادي ونطالب السيد معالي وزير الزراعة، السيد معالي وزير الموارد المائية. أنا ترى لا يقول لي يعني يجي بالسابق يقول لي أنت تصرف مي، شنو أصرف مي يعني؟ مو أصرف ما- بقد زرع. مي موجود. زين محافظ الآن عليه أنا. الآن احنا كنا بشحة المياه ندري على نشتغل مع لجنة الأمر الديواني اللي كان يرأسها الدكتور إبراهيم الساعدي على صياغة قانون النظام المغلق، لكن من حضر الماء بطل التيمم. المي الآن موجود عندنا حاليا، الماء وفرة خلاص. مائية. خلاص أنا الآن انطيني حصتي. شلون تعطيني الشلب وأنا تعوفني يا معالي وزير الموارد المائية المحترم؟ أنت ابن الفلاح، أنت تاخذ حصتي تعطيها ليش للشلب؟ هيك مركزين يا مربي الأسماك؟ ما أعرف يعني أنا أحد المسؤولين يقول لي هاي آفة كبرى. شنو هي؟ بحيرات الأسماك. آفة؟ نعم، يعني هذا الكلام يحكيه وكيل وزير أشوفه مو صحيح. احنا آفة وكيل كبرى وزير يقول على مربي على الأسماك الأسماك آفة وكتاب رسمي. يعني آفة احنا. أنت السمكة العراقية بالعالم تروح من تقول لك عراقي يقول لك مسقوف بكل دول العالم، والآن أصبحت السمكة العراقية تصل كل دول الخليج. وشوف راح فتح الاستيراد، راح طلبات عندنا مئات عشرات الأطنان. مو احنا ضمن قانون. من قلت ماكو مي سديت المي خلاص، ومن قلت يابا توقفوا توقفنا. لكن هسه الان يعني صار اكو وفرة مائية المفروض فاحنا نريد ما يصير الموضوع هذه المشاريع بمكيالين. استاذي. اي وعندنا وعندنا. استاذ اي عندنا انتاج وفير جدا، زين عندنا خزين استراتيجي كبير جدا، زين عندنا يعني اسماك يعني ما اقول لك بانواع جيدة جدا. كلش كميات واحجام كبيره جدا. زين احنا نريد حمايه المنتج العراقي، حمايه المنتوج السمك العراقي. احمونا يا حكومه، احمونا، هذا انتاج زين. بلد. هسه رسميا الحكومة منع الاستيراد، يا بس دا اخي يدخل تهريب. بيدخل مئات الاطنان، وانا خبرت يعني كل المسؤولين في وزاره الزراعه، وصدرنا قرار، حصلنا على قرار ممنوع دخول الاسماك. بس يدخل شلون؟ اسواقنا غازيه عدل يعني اسماك. هذا الموضوع الثاني. زين هو زين هسه نحكي على موضوع الطعم. طعمه نفس الطعم اللي دا ينتج المزارع العراقي؟ لا طعمه يختلف. بس انت تدري انت الرخص يعني هي كيلو طب لنا ب 2000 دينار، احنا انا ابيع يعني لا ياثر علينا تاثير يعني بالصميم، اضافه الى زياده اسعار الاعلاف طبعا والوضع العام. الان احنا نريد نبدي بدايه جديده وصحيحه يحمونا. اثنين مشاريع، ترى مشاريع سمكيه كبيره جدا موجوده الان وتعمل بكل طاقتها. الان اقليم كردستان اصبح ينتج اكثر من عندنا، لان ذاك محمي اقليم كردستان. احنا العماله مالتنا قامت تروح تشتغل باقليم كردستان. سابقا على ما اذكر معلومات اللي عندي بابل تصدر طبعا للاقليم. الان بابل تصدر للاقليم. الان احنا قمنا نشتغل باقليم كردستان لان عندها مشاريع مفتوحه ولا جايز وتشتغل بكل طاقتها. ماكو ابدا كل طاقتها وانتاج. زين هناك شنو ماكو انخفاض ماء بس يمنا؟ لا ماكو هناك، هم عندهم عيون ومصدر مي وكل شيء عندهم، ويروح يشتغل بدون موافقات بدون اي شيء او موافقات. يريدون كل واحد شغل. يقول لك انا اريد اشتغل، وبالفعل لديهم انتاج الان حايرين به ودا يصطدمون بالحكومه العراقيه المركزيه. تعالوا صدروا اخذوا السمك مالتنا وتيسير منع وفتحوا يعني الاف الاطنان. زين اكو احنا ليش؟ يعني احنا يعني منتجين عراقيين وداعمين لو تحسبها بالمليارات الدنانير تطلع فلوس المستورد. صحيح. هذا طامه كبرى. نخلي فلوسنا داخل العراق. اي داخل على شنو العراق. نستورد؟ اضافه الى ذلك لدينا مبازل تعد اكثر من 800 كيلو متر. موضوع المبازل شنو؟ احنا عندنا احواض على المبازل النهر الثالث. حنطه يسمح لك تزرع شعير خضره سمك ما يخليك، هي تاخذ من البزل وترجع للبزل. انا عندي يا معالي وزير الزراعه المحترم، يا معالي وزير الموارد المائيه، انا عندي ارض 100 دونم
الزراعة تقول غير صالحة للزراعة، والموارد المائية تقول لا توجد لها حصة مائية، وجاي بيها بزل، آخذ من البزل وأرجع البزل. شنو الضير يعني؟ ماكو مشكلة. ماكو مشكلة، بس يقول ممنوع. والله العظيم هذا معناه انه يحتاج اليوم شخصيات فعلا تفهم وتعرف وعندها اطلاع جيد بموضوع الثروة السمكية واهميتها. وعندنا هواي اليوم، عندنا هواي ناس ناشطين على مستوى البيئي، وكذلك علماء بموضوع الاسماك، يعني لازم يستشيرهم او اجيب مستشار، اجيب لي واحد يعرف بهذا الموضوع، اقول له يابا تعال هذا الموضوع صالح، هسه بعيدا عن ارائكم انتم كجمعية، تعال يابا هذا صالح الموضوع لا ما صالح، ليش ما حد يسوي هذا الشيء؟ استاذ، انت من يجيني مسؤول يقول لي بحيرات الاسماك آفة، شلون اقدر اتعامل ويا هذا؟ هاي مشكلة. يعني هاي مشكلة. اثنين، الان شفت اليوم الخير هذا اليوم شفته، شيء مفرح للأمانة. يعني اني يعني احنا بس نسميها دقه طلع لك مليون. قل ايش قد تريد شيل شيل. خير عندنا ملايين، يعني انتاج قطاع الخاص من الاصبعيات والفقس. زين هذا يعني انت ليش؟ يعني هذا الخير، يعني خلونا نعممه. زين عندنا اظن هذا التعشيق السنه الاخيره مو مليون يصير مليونين، هكذا هي هو هذا الاستثمار. الدوائر الدوله تتعشق ويا القطاع الخاص، نسوي شيء ما حد مسوي. هسه احنا يعني اذا نعمل. برأيي البسيط انا اعتقد انه اكو جهات تعمل من اجل القضاء على الثروة السمكية، حتى موضوع الاستيراد من الدول المجاورة هو انا ما اريد اقول هذا الكلام، لكن الحقيقة اللي متجهة لها الامور هيجي. انا شد اقول، انا من يقول يجيني المسؤول اروح اخذ له وفد من مربي الاسماك، يقول لي انا مانع الاستيراد. اقول له شوف هاي العلوه بها 50 طن عدل، يقول لا والله انا مو شرطي اصير بالحدود. يعني هاي مشكلة. يعني مشكله هاي. يعني انا هسه من يجي واحد يهرب لي، يجيب لي عبوات او يجيب مواد سامه يهربها ويلقاها بالسوق يقول له الداخليه ما يلقون قبض عليه. لا طبعا اكيد. طيب انت من اكو منع وتلقى السمسه الايرانيه او اكو التركيه مخالف خل تشتغل. فمشكله هاي. يعني تدري انت الكيلو السمك يطب لنا المستورد ب 2000 دينار او 3000 او 2.5 تقريبا بثلاثة يصل لي هنا. زين يبيع ب4.5 ب 2000 دينار. اذا 200 طن قد مبلغ يوميا يطبوا بهذا الشخص. واضافه اذا مو اي واحد يجي يشتغل بهاي الشغله، اي ناس لها قابليه. واحنا نامل ونرجع ونقول من قناتكم الكريمه الحكومه الجديده ان شاء الله ان امل بها كبير. وهذا الرجل اشوفه دا يشتغل بصوره صحيحه واحنا معاه، وزير رئيس وزراء ووزير الزراعه ووزير الموارد المائيه. لان وزير الموارد المائيه ما طول قام يقبل، او وزير الزراعه يقابل الناس حتى يسمع من عندهم مو يسمع من المسؤول. انا من يجيني مسؤول يقول لي هاي البحيرات آفة، ايش راح يقول الوزير هذا الوكيل؟ ايش راح يقول الوزير؟ اذا انا ما يسمع من عندي راح يسمع من الوكيل اللي هو يريده، لكن يسمع من المواطن. شوف وزير الموارد المائيه المحترم ووزير الزراعه قاموا يستقبلون المواطن يسمع من عنده. انا قابلت وزير الزراعه شكيت له على هذا التهريب والدخول الاسماك، فقال لي الدكتور مهدي صار قال اتبنى الموضوع انت والجمعيه، وهذا صحيح. ثق يعني اي شيء ما يصير. يعني شوف دولة رئيس الوزراء من قال للوزراء قال لهم قابلوا المواطنين. قابلوا المواطن صحيح. مو اكو توجيه صار. حتى اجتماعات رئاسة الوزراء قال ما اريد 3 قابلوا بالعطلة، وهذا الصحيح. نصل الى مرحلة الامان. الدواجن والاسماك احنا الان يعني نامن امن غذائي للبلد. استاذ طبعا اكيد. الثروة السمكية سمسة ما يعني مقبولة بكل السوق العراقي. فان شاء الله ان امل كبير إن شاء الله ان نعمل بهذا الموضوع ان شاء الله. يعني صراحة جمعية مربي منتجي الأسماك من الأسماء المهمة جدا على الوطن العربي، على مستوى الوطن العربي صارت. وإن شاء الله لكل هاي الخطط والطموحات راح يستجيب لها رئيس الوزراء. أكيد هو فاتح أبوابه أمام الناس المنتجة، الناس اللي تعمل من أجل هذا البلد. وأنتم أيضا أتمنى لكم كل التوفيق. نريد نرجع شوي على موضوع المبادرة. إن شاء الله أكو مبادرات أخرى تنطلق لو أنتم جاهزين لأي شيء. أي شيء تريده وزارة الزراعة أو وزارة الموارد المائية أو وزارة البيئة احنا حاضرين كجمعية. أنا هسه إذا أرادت من عندي وزارة البيئة حاضر، وزارة الموارد المائية حاضرين. احنا مو لوزارة الزراعة، احنا للعراق. أي وزارة ضمن الاختصاص احنا تعاملنا التماس مع وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية ووزارة البيئة. شفت ذاك اليوم كارثة الكوت صارت، خلل قاتل
ادى الى الاف خساره الاف الاطنان، وانا ما ادعي اظهر هجم بيوت العالم، اهل الكوت هسه الاف الاطنان خساره نتيجه خطا. قامت وزاره، كل وزاره تدب على الوزاره، لكن احنا بالتالي دوله رئيس الوزراء عوض الناس هاي الفقره اهل الكوت بالكارثه الاخيره اللي صارت، صحيح. ونطاهم حقوقهم ان شاء الله، وان امل ان تكمل معاملاتهم حتى يستلمون التعويض، حتى يظلون في هذا الخط ان شاء الله. ان شاء الله. زين، نرجع على موضوع مهم جدا، وهي مو بصدد المناشده او بقصد انه توضيح للراي العام وتوضيح للناس المسؤوله، موضوعة الوفره المائيه واهميتها في انتاج الثروه السمكيه. يعني شو تريد تقول لرئيس الوزراء مباشره اذا ممكن يوصل لهذا الفيديو؟ احنا نريد نقول صار مي خير، نرجع مثل ما كنا، من يصير شح احنا معاكم. احنا كلجنة امر ديواني هيئنا القوانين اللي تخص النظام المغلق وعملنا وكل شيء كملت لجنة دائمية، لكن من شحت المي نرجع للنظام المغلق، لكن ماكو بعد اكو مي، احنا نرجع الى مزارعنا وخاصة المرخص بها. يعني هاي مو هينة ان تجي تغلق مزارع، لا، وترى المزارع البحيرات احنا نريد من وزاره الموارد المائيه والبيئه يخلون اختصاص بالاسماك حتى يتفاهم، يعرف شنو الحوض وش قد يصرف مي، مو عصبان. هاي نقطه مهمه، حتى ما حد يجي يقول لك انه انت آفة. انت لا آفة. نعم، احنا نريد من دوله رئيس الوزراء، احنا كجمعيه العراقيه لمنتجي الاسماك لدينا هيئه استشاريه من علماء الاسماك، امثال دكتور خليل، دكتور جمال، دكتور عبد المطلب، ودكتور قحطان المعموري، ودكتور سعد المعموري، دول علماء يعني عباقرة، هي استشارية دولة. نعم، مثل ما صارت وزارة الزراعة شكلوا لجان، وهاي اللجان أنا أخذت لهم هذا هكذا دكاترة وقاموا يصيغون قوانين، وصلنا إلى بر الأمان. فأنا الآن أطلب من وزارة الموارد المائية، وزارة البيئة، يتعشقون معنا، أجيب لهم علماء تتعاون معكم. نعم، تتعاون معكم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله خير. إن شاء الله. أستاذ اياد، جزيل الشكر. شكرا الله لك على دعوة يحفظكم. الحوار. شكرا جزيلا لك. إذاعتكم. أنا صراحة واحدة من الأشياء اللي خلتني اليوم أستضيفك هي موضوع المبادرة، اللي هي أعتقد راح تكون مبادرة جميلة على مستوى العراق راح تنذكر. وإحنا حاضرين الوزارات من هذا المكان، من قناتكم أو إذاعتكم، ندعو وزارة الموارد المائية ووزارة البيئة على أي شيء يحتاجون بالأسماك إطلاقات، إحنا حاضرين. لأن يعني إحنا عندنا يعني عندنا فائض وعندنا وفرة كبير، وفروا لنا المي، إحنا نوفركم كل شيء تردون. عندنا مفقس الآن ينتج بني أسماك عراقية، بني قام ينتج بني هاي السمك مال مفقس القاسم مال عباس حسن عبيد، وحتى يعني تبرع للدولة. يعني هذا شيء مفرح طبعا، مفرح. ولو يدرون من المياه كلها على البزل، وخطيه هو هسه منح اجازه جديده، كان ما مجاز. فاحنا شوف، احنا اهم شيء عندنا ان ننتج للعراق. صح. من صارت شحات ما كنا مع القانون، لا هي كلها رضخت للقانون، لكن هسه حاليا اكو وفره شويه راعونا حال الشرب ان شاء الله. شكرا جزيلا. اشكرك استاذ. في امان الله. شكرا جزيلا.